ونس على فكرة اليقين في الدعاء. هو لسه حتى هو بيقول يا رب يبقى في رز بلبن في التلاجة، وهو اصلا ما اشتراش رز بلبن. يعني انت ما فيش اصلا، فازاي ادعي بحاجة وانا متأكد ان هي مش هتبقى موجودة؟ لا، تدعي وتبقى يعني عندك يقين بربنا ان هو الحاجة دي هتبقى موجودة، لدرجة انك تاخد المعلقة معاك تفتح التلاجة وتمد ايدك على طول هو فيه رز بلبن. ما بتحدش قدرة ربنا في قدرة عقلك استعمل الدعاء كعبادة. ازاي؟ يعني انت اصلا لما بتدعي يا رب يبقى في رز بلبن في التلاجة، انت كده بتعبد ربنا اصلا. اقتناعك ان هو هيبقى في رز بلبن، سواء انا فاهم او مش فاهم، او عارف او مش عارف، او اشتريت او ما اشتريتش، هو في رز بلبن في الثلاجة عشان انا دعيت. وحتى لو مفيش، انت كده كده خدت ثواب. صباح الخير. النهارده تالت يوم رمضان، وبصراحة كنت مقررة النهارده ان انا عايزة اخد بريك، مش عايزة اصور اي حاجة وكده. لغاية ما شفت الفيديو اللي انا لسه موريه لكم بتاع اليقين في الدعاء وكده. وبعدين اكتشفت انه رمضان عدى منه يومين ولقيتني مش بدعي بالشكل اللي المفروض ادعي بيه. ففكرت كده، هل انا مش بدعي بالشكل ده علشان انا مش عندي يقين، ولا علشان ايه؟ فخليني اقول لكم قصتي مع الدعاء، ولعل وعسى ان لما اقول قصتي مع الدعاء دي تشجعني ان انا ارجع تاني انه ادعي بالشكل اللي انا عايزاه. يعني انا ستيل عندي دعوات وبدعيها، يعني عادي دعيت الايام دي، بس مش اللي هو الالحاح في الدعاء ده. عارفين اللي هو لما توصل لمرحله ان انت بتلح في الدعاء وانت مش بتعمل حاجه غير هو اصلا ربنا بيبقى عايزنا كده، عايزنا نلح في الدعاء ونعيط هو ربنا بيكون حاببنا كده. فلعل وعسى لما أذكر نفسي بالفترات اللي أنا كنت بدعي فيها وأحكي لكم القصة دي، إنه أرجع تاني أحس إنه أنا عايزة أدعي، وإنه أرجع تاني يكون عندي يقين وإيمان إن ربنا هيستجاب لي الدعوات اللي أنا عايزاها. أنا حكايتي مع الدعاء كانت عبارة زي أي حد بيدعي عادي، بس كان في دعوات معينة كده في حياتي كنت بدعيها بإلحاح مش طبيعي. قيام ليل أقوم وأقعد أعيط وأدعي في كل صلواتي، في العشر الأواخر من رمضان، في كل رمضان. إلحاح مش طبيعي إنه أنا نفسي الدعوات دي تستجاب، وكنت من جوايا مقتنعة إن الدعوات دي هتستجاب. يعني أنا مش كنت بدعي وبإحساس إنه لأ أنا يعني ممكن ربنا ما يديهاليش، لا، انا كنت مقتنعه مليون في المية ان ربنا هيديني الدعوات دي عشان انا استاهل، حتى لو انا مش استاهل، عشان رحمه ربنا، انه ربنا رؤوف ورحيم بيا فهيستجيب لي الدعوات بتاعتي دي. بس اللي كان بيحصل في دعوات معينه انه ربنا عادي كان بيستجاب للدعوات بتاعتي او يستجيب للدعوات بتاعتي، ودعوات تانية ربنا ما كانش بيستجيب لي، ما كانتش بتحصل، بيحصل تأخير وما تحصلش وما تحصلش. فأنا كنت ببقى مش فاهمة، طب ليه؟ طب ما أنا بدعي وبقول كل شروط الدعاء وبعمل كل حاجة وبأسماء الله الحسنى بدعي وبعمل كل حاجة، أنا ليه الدعوات دي مش بتحصل لي؟ كنت باجي في اللحظات دي ببقى مشتتة كده، عارفين تحس إن أنت إحساس مذبذب كده، لا طب ما أنا عملت كل حاجة، طب هل هو العيب فيا؟ طب إيه؟ أنا مش فاهمة. خليني اقول لكم مثلا مثال دعوه من الدعوات دي. لما كنت في ثانوي وكنت عايزه ادخل الكليه بتاعه كليه معينه، كليه صيدله يعني، وكنت بفضل ادعي واعيط لربنا في الدعاء ان انا عايزه ادخل الكليه دي، وفي نفس الوقت كنت باخد بالاسباب، وفي نفس الوقت كنت بجتهد وبعمل كل حاجه، بعمل كل حاجه ممكن تؤهلني، اوكي، اللي هي شروط الدعاء ان انا ربنا يستجيب لدعوتي دي. فلما جه ربنا ما استجابش لدعوتي دي، فساعتها اتشتت زي ما قلت لكم، وبقيت مذبذبه كده، وفتره كده تهت فيها وبقيت مش عايزه حاجه خالص، ولا بدعي ولا بعمل اي حاجه خالص ممكن تكون شكل من اشكال ان انا عايزه اقرب اكتر اصلا. فاهمين قصدي؟ وقتها انا ما كنتش مدركه انه خطه ربنا هي الاحسن ليا، تمام؟ وقتها كنت انا مش شايف حاجه قدامي غير ان انا عملت كل حاجه المفروض الدعاء يستجاب فيها وما استجابش، خلاص زهدت الدعاء. بعد 13 سنة مثلا، مثلا من ثانوي ولا حاجة، خلينا نقول من بعد 10 سنين أو حاجة، اكتشفت إن خطة ربنا هي كانت الأحسن والأفضل ليا بمراحل. واكتشفت بقى إنه شرط من شروط الدعاء إنه لازم يكون عندي يقين إنه ربنا هيحقق لي الدعوات دي، بس كمان لازم اليقين ده
شبه ما هو يقين بالله ان هو هيحقق لي الدعوات دي، هو كمان لازم يكون يقين بالله ان خطة الله هي دائما الافضل ليا. كنت صغيرة ما كنتش فاهمة، اوكي، انه مش فاهمة حاجة ومش شايف حاجة غير ان انا عايزاه وبس، او ما كنتش فاهمة مفهوم اليقين اكتر، لغاية ما زي ما قلت لكم فهمت بعدين لما كبرت. وفي دعوات تانية دعيتها لربنا وربنا ما استجابش للدعوات دي، ودعوتها بالسنين، دعيتها بالسنين حرفيا وربنا ما استجابش للدعوات دي. فهمت انه اليقين مش بس ان انا يكون عندي يقين انه ربنا هيستجاب لي الدعوة دي، انا المفروض اتعامل بكده، انه اتعامل انه ربنا هيستجاب لي الدعوة دي، بس كمان لازم يكون عندي يقين بالله انه اللي ربنا هيجيبه هو الاحسن ليا. يعني انا لو رجع بيا الوقت وربنا جه خيرني ما بين انه هل يا سهام بعد ثانوي مثلا بقى 13 سنة او 14 سنة، مش عارفة بصراحة العدد، بس هل يا سهام بعد كل ده تختاري القصة بتاعتك او الاختيار اللي انت كنتي عايزة تمشي فيه، ولا الاختيار اللي انا او الطريق اللي انا رسمته لك؟ هقول له لا يا رب، انا هختار الطريق اللي انت رسمته لي، لانه اكتشفت ان هو احلى مليون مره، ولو رجع بيا الوقت انا عمري ما هروح الاختيار اللي انا كنت عايزاه، لانه انا ادركت بعدين ان هو شر ليا. وادركت بعدين ان كل منع ربنا منعه عني هو كان خير ليا. يعني ربنا مش هيمنع عني حاجة أنا نفسي فيها وبعيط فيها بطريقة مش طبيعية إلا لو هو متأكد إن دي شر ليا، وإنه إحنا مش بنبقى عارفين، إحنا مش بنبقى شايفين، فهو ربنا عشان بيحبنا أوكي بيمنع عننا الحاجة دي. بس إزاي ما زهقتش في الدعاء؟ سمعت امبارح أو أول كانت أختي كانت مشغلة كده جنبي شيخ يعني كان بيتكلم في فكرة، مثال بسيط وعجبني قوي المثال. تخيل دلوقتي انت رحت لناس مثلا صحابك وبتخبط على الباب فما بيفتحوش، بتخبط على الباب عمال تخبط مش بيفتح، فزهقت سكت وفضلت واقف كده على الباب، فضلت واقف مش بتعمل حاجه، هم ستيل ما سمعوش وستيل ما مش هيفتحوا، عشان هو ممكن يكونوا قالوا خلاص مشي، هيفتحوا ليه؟ فاهمين قصدي؟ فهو نفس الفكره، انت لو زهدت الدعاء يعني طبعا لله المثل الاعلى، بس لو زهدت الدعاء هو ربنا مش هيديها لك، هو ربنا عايزك تفضل تلح عليه وتفضل تقول يا رب انا عايز وتفضل تعيط. هو ربنا بيحبك، بيحب كده، هو ربنا عايزنا كده. يعني هي ده كمان من ضمن مفهوم العبودية، انه انا اعبد ربنا وافضل ادعيه، لانه الدعاء عبادة. وجماعة كمان الدعاء يا اما يستجاب يا اما يتأخر، اوكي، يا اما هتاخد حسنات على الدعاء وليك بعدين ليك بشكل ما اخر، او يعني الدعاء يتحقق بصورة تانية. بس فهو الدعاء مش ان انت بتدعي الدعوة وبتروح كده خلاص هي الدعوة انتهت، لا، يا اما هتاخد عليها حسنات يا اما هترجع لك بشكل تاني يا اما هتستجاب. هو الدعاء كده. ف رمضان من الشهور بتاعت استجابة الدعاء، وهفضل ادعي في رمضان بكل الطرق. ويمكن النهارده مفيش ذكر، بس النهارده هيكون في دعاء، انه هفضل ادعي بالحاح وهفضل ادعي بيقين. واليقين هنا مش بس يقيني انه ربنا هيستجاب لي الدعوة دي، قد ما هو كمان يقيني انه خطة ربنا هي الاحسن والافضل لي، هسلم. لانه اعتقد انه من شروط الدعاء التسليم بخطة ربنا، زي ما اليقين والايمان فكمان التسليم بخطة ربنا. بس جماعة عارفين كمان من السور اللي بحبها قوي سورة الأنبياء، لما ربنا بيقول على كل نبي من الأنبياء لما جه يدعو بدعوة معينة وبعدها على طول فاستجبنا له، يعني ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وأنت خير استغفر الله، بس باش ده مش الشيطان ده نفسي، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، صح؟ أوكي، هتأكد منها وأتأكد وأرجع عشان إيه؟ ايوه، ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، بس ما اعرفش ليه نفسي هيئت لي ان انا بقولها غلط. بعدها على طول فوهبناه، زي برضو زي ما قلت لكم في قصه سيدنا يونس، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له. يعني دعاء وبعدها استجابه، دعاء وبعدها استجابه، فتحس انه واو، انه ان شاء الله ربنا يستجيب لدعواتنا دي. انا كمان بحب ادعي قوي بالادعيه بتاعت الانبياء، يعني ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، لا اله الا انت،
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاءنا. الأدعية دي بحب أدعيها أوي، واعتقد ان من ضمن الحاجات اللي ساعدتني قوي ان انا التزم بالصلاه في فتره ما في حياتي ان انا على طول كنت بردد الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي. بس تالت رمضان ان شاء الله الفيديو يكون خفيف، مش هطول اكتر من كده عشان مش عايزه اطول اكتر من كده. باي.